In the heart of darkness, one man waits. As the light rises, a new story begins. حرفيا مشاهد الستوري تيلينج بقت مطلوبة بالزيادة في الفترة الأخيرة، ولكن البعض طبعا شايفها إن هي معقدة وصعب إن هي تتنفذ، لكن هي فعلا العكس تماما. ففي الفيديو ده هشرح لك فيه إزاي ومنين تختار الصور، إزاي تعدل عليهم على فوتوشوب، وإزاي تبدأ تحرك وتعدل على سيم الصورة على أفتر إفكت. وفي الفيديو ده هعلمك برضو إزاي تستخدم الكاميرا وتبدأ تعمل ترانزيشن بنفسك من الصفر، وكل الكلام ده هنطبقه على صوتيات جاهزة بحيث ان انت تكون ماشي معايا من الاول للاخر. وكفايه كده مقدمات، ولا نبدأ في البروجكت. طبعا دول الصورتين هتلاقيهم طبعا على بنترست، انت طبعا ممكن تحملهم. ديت الصورة الاولى وديت الصورة التانية. طبعا هتحملهم وتنقلهم على فوتوشوب، وبعد كده بعد ما فتحنا فوتوشوب هتيجي هنا عند نيو فايل وتأكد ان الريزولوشن 1080 في 920، والريزولوشن اللي تحت مش ضروري انك تعلي منه قوي عشان مش هتفرق معاك جدا، ممكن تخليه كفايه 72 وتدوس كريت. طبعا هتخفي هنا الباك جراوند، هتشيل هنا القفل بتاعه وهتخفيها، وبعد كده هنعمل امبورت لاول صوره معانا. طبعا دي اول صوره هنشتغل عليها، هتدوس هنا دان، وبعد كده هتيجي هنا عند السلكت وتعلم مثلا على الجزء الفاضي ده اللي هنملاه، وهتدوس هنا على جنريت فيل، بعد كده تدوس على جنريت. هتلاقي هنا طلع لك طبعا كذا صوره انت ممكن تختار ما بينهم. انا طبعا ممكن اختار اخر واحده، وبعد كده نفس الكلام هتبدا تملي بقيه الفراغات دي. تعلم هنا وتدوس تاني على جنريت، وبعد كده نفس الكلام على اخر جزئيتين. وبعد كده بعد ما ملينا الفراغات كلها، احنا ممكن طبعا نيجي هنا نعلم على اول واحده تحت، ندوس شيفت ونعلم على اخر واحده، وتدوس هنا كليك يمين وتدوس على خيار اسمه ميرج لايرز، ان انت تدمج اللايرات كلها في بعض. هتلاقينا طلع لك الصوره في الاخر تحت لاير واحد. وبعد كده هنخش على الخطوه اللي بعدها، اللي احنا هنفصل صوره الراجل عن الخلفيه كلها. احنا طبعا ممكن نيجي هنا نروح عند كويك سيلكشن تول، تدوس حرف الدبليو، بعد كده تعلم هنا على اللاير، نقرب كده شويه نبدا نعمل سيلكت عليه. طبعا معلومة على السريع، لو انت عايز تكبر المدى بتاع السلكشن على الكيبورد ممكن تدوس يا حرف الدال او الجيم. انما بالنسبة لو انت مثلا عملت اضافة كده زيادة وعايز مثلا تشيل منها جزء، انت طبعا ممكن تدوس الت، تطلع لك كده اهو وتشيل الجزء انت مش عايزه. وبعد كده خلاص، بعد ما خلصنا السلكشن بتاعنا ممكن تدوس كنترول سي كنترول في، هتلاقيه هنا لما نخفي اللاير اللي تحت هتلاقي انفصل عن الخلفية بتاعته. طبعا دلوقتي هنخفي الصورة الجديدة اللي احنا عملناها، وهنيجي هنا تاني للسلكت، نعلم على الراجل ونكتب هنا تحت ريموف. طبعا هيطلع لك خيارات، احنا طبعا نختار الأدق، مثلا هناخد الصورة دي، وبعد كده نفس الكلام تاني هتعمل ميرج لللاير تاني، فلما نيجي نظهر الصورة هتلاقيها ماشية مع الخلفية بتاعتها. وبعد كده بعد ما خلصنا الصورة الأولى نخش على الصورة التانية، هنيجي هنا فوق ندوس كليك يمين نعمل نيو دوكيمنت. طبعا هنعمل نفس الريزولوشن، ندوس كريت. طبعا هنعمل امبورت للصورة التانية، هتدوس هنا دان عشان يتعمل هنا سمارت اوبجكت. وطبعا لو مش معمولة انت ممكن تطلع هنا فوق، هتلاقي الكلمة هنا سمارت اوبجكت، تدوس عليها وهتلاقيها اتحولت هنا تحت. طبعا تيجي تعلم عليها هتدوس كنترول تي عشان تظبط مكانها، وبعد كده هنعمل نفس الكلام، نيجي عند السلكت نعلم على الجزء اللي تحت وتدوس جنريت. وبعد كده بعد ما ملينا الفراغات نعمل نفس الكلام، هتعلم على اللايرات دي كلها، كليك يمين وميرج لاير. طبعا هتعمل الفايلات دي سيف بالكنترول اس، ونيجي بقى نسميهم باسم عشان يكون واضح ما نيجي ننقله على افتر افكت. نعمل هنا برضو سيف ونسميه مان 2. طبعا يعتبر كده خلصنا الجزء الجديد عليك، وهنخش بعد كده على افتر افكت. طبعا بعد ما فتحنا افتر افكت هنيجي نعمل نيو كومبوزيشن، طبعا هيبقى 1080 في 1920، والمرة دي الفريم ريت هيبقى على 24 وتدوس اوكي. وطبعا بعد كده هنعمل امبورت الاول ملف معانا اللي هي اول صورة، هنعمل لها كده دراج على التايم لاين وتظهر لنا هنا الرسالة، فاحنا هنخليها زي ما هي كده كومبوزيشن، نحط اللايرات كلها جوه كومبوزيشن واحد، ويكون عندك القدرة اللي انت تعمل اديت على اللاير ستايل وتدوس اوكي. طبعا هنا هيكون ساعتها عمل لك الكومبوزيشن، او ما تيجي تخش عليه هتلاقيه حاط لك اللايرات اللي انت كنت عاملها في فوتوشوب. طبعا زي ما انت شايف دلوقتي الشخصية منفصلة عن الصورة. واول خطوة طبعا هنعملها نقوم كده شوية ونيجي هنا فوق عند البابت تول، وهنبدأ نحط بوينتات حوالين الشخصية. طبعا انا حطيت بس الزيادات ديت علشان لما نيجي مثلا نحرك واحدة
ما يتحركش الباقي معاها. وهننزل هنا عند المش وهندوس طبعا حرف اليو عشان يطلع لنا كل الكي فريمات. احنا هنسيبنا من كل ده، كل هنمسحه ما عدا اخر واحده اللي هي اول واحده عملنا لها بوينت فوق هنا. وبعد كده يبدا الانيميشن بتاعنا. طبعا في الاول احنا عايزين نخلي مثلا راسه ترجع ورا بالشكل ده، نطلع مثلا ثانيتين، ننزلها كده وناخد كوبي لاول كي فريم ونطلعها لقدام. هناخد الكي فريمات دي كلها ونعمل لها ايزي ايز. بعد كده هتدوس الت وكليك شمال وتدوس على التايم لاين عشان يطلع لك اكسبريشن. هتمسح طبعا كل دول وهتكتب لوب اوت. هتلاقي عندك هنا تحت اهي، تدوس انتر. وطبعا ميزه الاكسبريشن دوت ان انت بعد ما تخلص الكي فريم بتاعك طبعا مش هيوقف وهيعمل ريسيت لاول كي فريم اتعمل وهيبدا يكمل لوحده. ممكن طبعا نقربهم شويه، نعلم عليهم وتدوس الت تقربهم على بعض. دي اول خطوه وخلصناها. نرجع دلوقتي للكومبوزيشن الاساسي، هنفتح السكيل وهنكبره بالشكل ده. وطبعا انا هعمل لكم دلوقتي امبورت للصوتيات اللي هنشتغل عليها اهو، ونعمل لها دراج وننزلها تحت. هنفتح طبعا الاوديو وهنوطي الصوت شويه عشان هو اصلا الصوت بتاع الخلفيه هيبقى عالي، مثلا نخليه 17. طبعا عشان نقدر نمشي مع الصوت مع كل تكست هنكتبه طبعا لازم نفتح هنا الويب فورم. طبعا نعمل زوم وهتبقى اول تكست هياخد اول جزئيه من الصوت دي. طبعا نفتح هنا تكست، ندوس كنترول تي، نكتب هنا اول كلام قاله. طبعا ده اسم الفونت اللي انا بستخدمه. وبعد كده عشان نعمل انيميشن التكست هنخش هنا عند انيميت ونختار بوزيشن. وطبعا هننزل البوزيشن تحت حاجه بسيطه بالشكل ده. بعد كده هتيجي هنا عند الاد، تختار بروبرتي، بعد كده تختار اوبستي وهتخلي الاوبستي على الصفر. بعد كده هتخش على رين سيلكتور وهتعمل اول كي فريم مع الاوفست تخليه -100. بعد كده تروح قدام شويه بحيث لما كلامه يخلص او الجزئيه تخليه 100%. وتخش هنا طبعا ادفانسد وهتخلي هنا البيزد اون اللي هيتحرك الكلمه بس، وتخلي هنا الشيب رامب اب. وطبعا اخر حاجه هنظبط الايز، هنخلي اول واحده -100 والايز لو هنخليه 100. وبعد كده نبدا نظبط التكست. هنيجي نحط هنا اول حاجه فور كولر جرادينت، وطبعا نبدا نظبط البوينتات بتاعت كل واحده. وهنا طبعا الالوان نختارها مع سيم الصوره، مثلا هنخليها برتقاني بالشكل ده. ناخدها كوبي ويكون اول لون هنخليه غامق، وبعد كده اللونين اللي بعدهم يكونوا فاتحين واخر لون يبقى نفس اللون الاولاني. بعد كده هنضيف عليه ديب جلو. هنقلل طبعا الراديوس شويه ونخلي الاكسبوجر يكون حوالي كده 6/10. وبعد كده اخر افكت هنستعمله هيبقى الدروب شادو. وهنا طبعا هنعلي الاوباسيتي على الاخر وهنزود الديستنس حاجه بسيطه بالشكل ده. وبعد كده طبعا هنبدا نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو هنخليها 3D. هنعلم على الكومبوزيشن بالتكست ونخليهم 3D. بعد كده هنضيف كاميرا اللي احنا هنيجي هيد نيو ونختار كاميرا. طبعا ديت الاعدادات بتاعت الكاميرا وتدوس اوكي. وبعد كده هنضيف بالمره نول اوبجكت وهنسميها كام واحد، وهنربط الكاميرا بالنول اوبجكت بحيث لما نيجي نبدا نعمل اول انيميشن يكون بالشكل ده. بعد كده هنرجع ورا شويه، هنعلم عليهم خليهم ايزي ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجع كي فريم لورا بالشكل ده. طبعا ممكن نبعد شويه الكي فريم عن بعضه. وهنبدا هنا هنضيف الكلمه التانية، هنعمل دوبليكيت وهننزلها لتحت بالشكل ده. وطبعا هنحاول نخليها قريبه من الارض شويه بس في نفس الوقت ما نخليش تكست يبقى ورا الخلفيه. فاحنا ببساطه هنيجي هنا عند الزد بوزيشن ونخليها تطلع قدام شويه. بعد كده هنلعب شويه في الاكس روتيشن بالشكل ده. وطبعا هتلاحظ هنا ان الجلو مأثر على الخلفيه زي ما انت شايف دلوقتي. فطبعا حلها بطريقه سريعه ان احنا هنبدا نبعدها شويه بالشكل ده. وبعد كده نكتب الكلمه اللي بعدها ونيجي هنا طبعا عند التكست نكبر منها شويه بالشكل ده ونخلي في مسافه صغيره بالشكل ده. طبعا ضروري برضو ان انت تسنتر انكر بوينت وتتاكد الاكس بوزيشن محطوط في النص. وانت عايز تتاكد هتلاقي هنا لازم يبقى 540. تلاقي هنا مكانه اتغير حاجه بسيطه. وطبعا ممكن نعدل برضو في البوزيشن بتاعت اول كلمه نخليها تطلع قدام حاجه بسيطه على اساس ما تدخلش ما بينها وبين الصوره. وبعد كده نتاكد ان الكي فريم بتاع
الكلمة التانية لازم تكون متماشية مع الكلام. وبعد كده هنضيف لمسات كده صغيرة أخيرة. هنخلي هنا التكست المود بتاعها على اد بالشكل ده. ونبدأ دلوقتي نعمل الانيميشن اللي بعده للكاميرا عشان ننقل على اللقطة اللي بعدها. نعمل هنا دوبليكيت تاني، نشيل الكيفريم القديم ونربط كام واحد بكام اتنين. وبعد كده هنخلي الكيفريم الأولانية هنا، وبعد كده هنخلي الكيفريم التانية هنا بالشكل ده. بس هنيجي وهنوصل عند الخط ده بحيث دي تبقى نهايته والنهاية للكادر برضه بالشكل ده. هنعلم عليهم، نعمل ايزي ايز وجراف اديتور، هنطلعها لقدام بالمنظر ده. والمفروض طبعا تكون اول لقطة خلصنا منها. فاحنا بالظبط هنيجي بالمنظر ده، نعلم عليهم كلهم، ندوس كنترول شيفت دي ونمسح. ودلوقتي هنخش على اللقطة اللي بعدها. هنيجي هنا نعمل امبورت للملف التاني بتاع فوتوشوب، نفس الكلام كومبوزيشن وخليه editable، ندوس اوكي. هتلاقي هنا عمل لك كومبوزيشن الجديد وانا محطوط في الصورة. هنعمل له برضو نفس الكلام، هنعمل سكيل بالشكل ده وليكن نفس السكيل بتاعه، وهنطلع الكومبوزيشن قدام في التايم لاين بالمنظر ده. وبعد كده هنخش هنا جوه عند الكومبوزيشن ونبدأ نعدل فيه حاجة بسيطة. هنيجي هنا عند البين تول او ندوس حرف الجي وهنبدأ نعمل حاجة زي الإنارة بالشكل ده. طبعا هنشيل الستروك منها ونجيب الفيل ونخليها نفس اللون بتاعها وندوس اوكي. وبعد كده هنضيف افكت اسمه فاست اكسبلور، وفي الافكت دوت هنلعب على حاجتين بس. هنلعب في البلور راديوس وهنلعب برضو في الاوباسيتي بتاعتها. هنزود بالمنظر ده ونقلل الاوباسيتي بالشكل ده، هيكون طلع معاك بالمنظر ده. وبعد كده هنيجي هنا نعمل كي فريم قدام بالشكل ده وهنقرب قوي. وبعد كده اول طبعا كي فريم هيبقى 60 للاوباسيتي، وبعد كده هنخلي 0 وهناخده كوبي ونعمل له بيست. وبعد كده نفس الكلام بحيث دلوقتي لما نيجي نشغلها تكون بترعش مرتين كده كفاية، يعتبر كده بس كمثال. وبعد كده هنعمل نفس الطريقة تاني. هنيجي هنا نعمل كاميرا جديدة، نيو كاميرا، وطبعا هنطلعها هنا فوق وهنخلي بدايتها مع بداية الكومبوزيشن، ونخلي طبعا الكومبوزيشن على 3D ونعمل تاني نول اوبجكت ونسميها كاميرا 1، نخليها 3D ونربط الكاميرا مع النول اوبجكت. طبعا في المشهد الاولاني احنا كنا عاملين الكام 2 بحيث ان هي تيجي تزق هنا على طول وتنقل على المشهد اللي بعده. فاحنا طبعا دي هتبقى وظيفة النول اوبجكت الجديدة. هنيجي هنا نعمل كي فريم، هنطلعها لقدام بالشكل ده ونزق الكي فريم الاولانية ناحية الشمال. بعد كده هنيجي نعمل ايزي ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعها كلها لورا زي ما انت شايف دلوقتي. وكده عملنا الترانزيشن اللي احنا كنا عايزينه. وبعد كده طبعا احنا ممكن ناخد مثلا التكست ده، ناخد دوبليكيت ونطلعه لفوق خالص بالشكل ده وننقله لقدام. ممكن طبعا ان احنا نغير مكانه بالشكل ده، نفتح طبعا بوزيشن، وتأكد برضو ان انت لما بتغير البوزيشن بتاعها تأكد ان الاماكن بتاعت الفور كولر جريدينت تبقى في مكانها زي ما كانت بالشكل ده. وبعد كده طبعا هنغير الكلام. وبعد كده طبعا هنعمل الكاميرا موف الاخيره، هنعمل برضو دوبليكيت الكاميرا، هنشيل الكي فريم القديم ونربط الاولانيه بالجديد. هنعمل طبعا بوزيشن جديده، نطلع قدام شويه ونعمل زوم اوت بالشكل ده. ممكن طبعا ننزل شويه، هنعمل هنا ايز ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا بالشكل ده. طبعا احنا ممكن هنا ناخد دوبليكيت تاني ننزلها تحت، وهنعمل برضو نفس الكلام، هنطلع قدام شويه. ممكن نفتح طبعا البوزيشن عشان يبقى الموضوع اسهل، نطلع قدام، نفتح برضو الروتيشن ونكتب الكلام اللي احنا عايزينه. وهنفتح هنا الكي فريم وطبعا كلمة جديدة هنطلعها قدام ونتأكد ان هي ماشية طبعا مع الويب فورم بتاع الصوت. وطبعا احنا ممكن هنا في الاخر نعمل كنترول شيفت دي ونقص اخر جزء. وطبعا بس كده، يعني انا وريتك الفكرة. وطبعا انت ممكن تضيف من نفسك حاجات تانية، يعني انت مثلا ممكن احط عليها مثلا اوفرلاي تانية، وليكن مثلا انا جبت ديت من عندي. ممكن هنا نعلي السكيل بتاعها شوية ونغير الروتيشن ونغير البلند مود بتاعها نخليها على سكرين. وطبعا ممكن هنا نضيف عليها تنت افكت، نغير اللون الابيض نخليها نفس اللون بتاعها. ممكن بالمرة هنا نيجي عند الترانسفورم نعمل لها فليب
هوريزونتال، وبس كده. ده يعتبر مثال. ممكن ننزلها تحت هنا بالشكل ده، وطبعا هنخليها هنا 3D وبس كده. طبعا النصيحة بتاعت كل مرة ان انت تيجي هنا عند التايم لاين تدوس كنترول A، تتأكد ان انت عامل لهم كلهم موشن بلور، ويكون كده خلصت طبعا المشهد اللي كنا عايزين نعمله. اعتقد دلوقتي الموضوع بقى سهل بالنسبه لك، وطبعا وفي حاله ان لو عميل طلب منك انك تعمل مشهد زي ده هتكون انت عارف تبدا منين وتعمل ايه. بما انك وصلت لنهايه الفيديو فشكرا جدا، وعايزك تكتب رايك في التعليقات، وطبعا اي افكار جديده احب طبعا اسمعها منك. ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعمل، واي حد لسه ما اشتركش يا ريت يشترك عشان في افكار جديده بتنزل اول باول. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.